4 علماء هزوا تاريخ النفس البشرية. أولاً كوبرنيكوس. كانت البشرية قبل كوبرنيكوس تعتقد بأن الأرض مسطحة، وأن الأرض هي الكون، والإنسان مركز الكون، والشمس وباقي الكواكب يدورون حولها. إجا كوبرنيكوس قال ماكو حكي، قال الشمس هي مركز الكون، والأرض وباقي الكواكب يدورون حولها. إلى أن إجا أينشتاين ووسع هاي الفكرة وقال إنه الشمس ما هي إلا نجم كباقي الملايين والمليارات النجوم الموجودة بداخل مجرة درب التبانة، وأن الكون يحتوي على مليارات المجرات. الثالث هو تشارلز داروين، اللي قضى على مركزية الإنسان ككائن عظيم نازل من السماء، إلى أنه لا يختلف عن أي حيوان آخر، لا أنطولوجيا ولا بيولوجيا، وإنما قادم من سلسلة طويلة متطورة عن الكائنات الحية الأخرى عبر ملايين السنين من خلال الانتخاب الطبيعي. 4 سيغموند فرويد، اللي فجر الأرض تحت أقدامنا وقال بأن مركز الإنسان ليس العقل وإنما اللاواعي، وأن عقل الإنسان يحتوي على الواعي واللاواعي، ومثل ذلك من خلال الجبل الجليدي اللي يكون بروز قليل فوق القشرة الأرضية، هو هذا الواعي. أما الجزء الأكبر فهو قابع تحت الأرض، هو هذا اللاواعي. وإن قراراتنا الواعية ما هي إلا صراعات داخلية في اللاواعي، ومن الصعب السيطرة عليها. وشكرا.